السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة رابعة ابتدائي عاملين إيه؟ طبعا هنا قصدنا بالأبطال الطلبة وكمان أولياء الأمور اللي بيتابعوا معانا. بنسمع عن منهج رياضة سنة رابعة ابتدائي إنه صعب جدا وإنه سنة رابعة ثانوي وكلام كتير قوي. أنا جاية أطمنكم وأقول لكم ما تقلقوش، المنهج مش صعب، بس عاوز نكون متأسسين كويس جدا في سنة تالتة ابتدائي، ولو ظبطنا الحاجات اللي هقول عليها دي بإذن الله تبقى سنة سهلة وسلسة. أول حاجة قراءة وكتابة الأعداد، وخاصة إن احنا نعرف الخانات. يعني يجيلي رقم كبير زي دوت ويقولي أقرأه إيه، أو يقولي رقم 5 الخانة بتاعته إيه اللي هي القيمة المكانية، أو رقم 3 ده قيمته بكام اللي هي قيمة الرقم. تاني حاجة الجمع والطرح، وخاصة الأعداد الكبيرة جيلي مسألة زي دي تكون جمع أو طرح، خاصة بقى إن احنا كبرنا فجيلنا الجمع يكون ليها إعادة تحميل، يعني يبقى معايا رقم فحطه على العدد اللي بعده، أو طرح يكون بالاستلاف. تالت حاجة ومن أهم حاجات قبل ما نخش سنة رابعة إن احنا نكون مظبطين جدول الضرب. لازم نكون عارفين إزاي نضرب، سواء رقم في رقم يعني 9 في 5، أو إن أنا أضرب عدد كامل في رقم، عدد مكون من رقمين أو من 3 أو من 4 في رقم واحد. رابع حاجة القسمة سواء كانت القسمة البسيطة السهلة اللي هي من جدول الضرب زي 8 على 2، 9 على 3، أو القسمة اللي احنا بنقسم عدد كبير على رقم واحد. خامس حاجة قوانين محيط ومساحة المربع والمستطيل، القوانين العادية والقوانين العكسية. يعني يديني مربع ويقول لي محيطه بكام 40 مثلا وعايز طول ضلعه، أو يديني طول ضلعه ويبقى عايز المحيط. سادس حاجة ودي آخر حاجة التحويلات من وحدات القياس، يعني يقول لي 6 لتر ده بكام ملي، طب 4 متر بكام سنتي، وحدات القياس عامة. النقط دي على الأخص لأن كل نقطة من دول بتكمل السنة اللي فاتت، بنزود عليها، فلو احنا معرفناش الأساس السنة دي هتبقى تكملته أصعب. بس كده. أخيرا ربنا يوفقكم جميعا وينفع بيكم. السلام عليكم.